اليوم راح اخدكم لمكان مش راح تصدقوا انه موجود، جزيرة صغيرة في ايطاليا ممنوع زيارتها ومهجورة ومليانة اسرار مظلمة، جزيرة بوفيليا، الجزيرة الملعونة. جزيرة صغيرة جدا جنب مدينة البندقية في إيطاليا، من بعيد شكلها عادي، أشجار ومباني قديمة فيها، لكن لو عرفنا تاريخها رح نكتشف جحيم كامل. في القرن ال14 لما اجتاح الطاعون الأسود أوروبا، أرسلت البندقية آلاف المرضى لهذه الجزيرة، كانت تعتبر مكب بشري، أي شخص بتظهر عليه أعراض الطاعون كان مباشرة يرسلوه على هذه الجزيرة بقارب وينتهي ويفارق الحياة لحاله فيها. يقال إنه رفات أكثر من 160 ألف شخص اندفنوا في هذه الجزيرة، حتى إنه تربة الجزيرة اليوم مختلطة برماد وعظام الضحايا. بعد هيك مرت سنوات طويلة والجزيرة ما فرقتهاش المآسي. في القرن ال19 افتتحوا هناك مستشفى للأمراض النفسية، لكن المستشفى ما كانش مكان عشان ينشفي فيه الناس، بل كان مكان عذاب. المرضى كانوا بيتعرضوا لتجارب قاسية، صدمات كهربائية بدائية، عمليات في الدماغ بدون تخدير. الأطباء كانوا بيتعاملوا معهم كفئران تجارب. اللي عاش في الجزيرة وقتها وصفها بأنها الجحيم على الأرض. في أساطير بتقول إنه أحد الأطباء فقد عقله بسبب الهواجس اللي كانت بتطارده، وصار يسمع صرخات المرضى حتى بعد موتهم. وفي يوم من الأيام طلع على برج المستشفى ورمى بنفسه منه، لكن في بعض الروايات بتزعم إنه الأشباح هي اللي دفعته للسقوط. من وقتها الناس بيقولوا إنه ظل الطبيب بيظهر عند غروب الشمس وبوقف عند شاطئ الجزيرة. الحكومة الإيطالية اليوم بتمنع دخول الجزيرة رسميا. السبب المعلن إنه المباني اللي في الجزيرة متهالكة والتربة ملوثة برفات الموتى والمكان غير آمن، لكن البعض بيعتقد إنه السبب الحقيقي إنه الجزيرة بتحمل أسرار ما بدها العالم يعرفها. وسواء صدقنا القصة أو لا، في إشي مؤكد، الجزيرة شهدت مآسي لا توصف، من الطاعون للمستشفى النفسي للأساطير والأشباح. يمكن تكون مجرد قصص شعبية، لكن الأكيد إنه بوفيليا واحدة من أكثر الجزر غموضا ورعبا في العالم. هلا بنرجع وبنفكر ليش الأماكن المهجورة بتتحول لأساطير دائما؟ أولا التاريخ نفسه، مآسي الطاعون والمصحات بيعطي أرضية مناسبة لخيال الناس، والطبيعة الخلابة والبندقية خلاها تضيف رومانسية سوداوية، فالتناقض بين جمال المكان ومأساته بخلي القصة أكثر جاذبية. بعد ما تروجت شائعات إنه الجزيرة مهجورة، صار في ناس بيحاولوا يدخلوا الجزيرة. بعض المستكشفين قالوا حسينا ببرودة بتقطع العظم، والبعض قال سمعنا همسات مش بشرية. واحد منهم سجل فيديو قصير لممر طويل وبيظهر فيه ظل بيتحرك بسرعة من طرف الكاميرا. وهان السؤال، لو كان عندك فرصة تزور جزيرة بوفيليا، هل راح تجرؤ وتنزل على أرضها الملعونة؟ اكتبوا لي في التعليقات رأيكم، وإذا حبيتوا القصة تنسوش تدعموا الفيديو بلايك واشتراك.